السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه كارتس اي جي ان. التطبيق ده مساحته 9 ميجا و3 من 10، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق فرنسي، تطبيق حكومي. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتعرف على الخريطة بتاعت فرنسا او بتتعرف على كل شيء في فرنسا. هو عبارة عن خريطة بيقدر يجيب لك الدولة كلها، تقدر تشوف كل حاجة فيها انت عايزها، تقدر تتعرف على كل مكان اصله ايه وفصله ايه، تقدر تشوف الاماكن القديمة والاماكن الجديدة. يعني ايه؟ يعني انت عايز تشوف شارع معين في فرنسا، هتشوف الشارع ده في الوقت الحالي اللي احنا فيه. عايز تشوفه من 5 سنين كان عامل ازاي، تقدر تشوفه من 5 سنين كان عامل ازاي. عايز تشوفه من 15 سنة او من 20 سنة كان عامل ازاي. تقدر تشوف كل المعالم اللي موجودة، سواء الحديثة سواء القديمة، او الشوارع، او قبل ما العمارة مثلا تتبني كان في مكانها ايه، او قبل ما البرج ده يطلع كان في مكانه ايه، او قبل ما الشارع ده يتعمل كان موجود ايه، او قبل ما الارض الزراعية دي او في ارض زراعيه مثلا او انهار او حاجات زي كده، او ارض صحراويه، تقدر تشوفها من البدايه قبل ما تتنشئ، تتحول مثلا لارض زراعيه او تتحول لمباني او تتحول لاي حاجه. فده تطبيق موجود داخل دولة فرنسا، تطبيق كويس، تطبيق مهم، تطبيق مفيد، تطبيق بيقدر يعرفك على كل حاجة. كمان في جي بي اس يقدر يعرفك على اي مكان عايز تروحه بسهولة وبيسر. او لو انت حابب تتنقل من مدينة لمدينة، يقدر يقول لك اقرب الطرق واقرب المواصلات لو انت رايح مواصلات، او لو انت رايح بالعربية بتاعتك الخاصة يقدر يقول لك اقرب الطرق او اقصر الطرق بعيد عن الازدحام المروري. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الفرنسية ومفهوش لغات تانية. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو بعد نزوله ولقى في حاجه مختلفه سواء ميزه او عيب يكتبها في تعليقات الفيديو. احنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقول عشان في بعض الناس بتشاهد الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وبالذات الفيديوهات اللي موجودة بقالها فترة طويلة على القناة، 5 شهور، 10 شهور، سنة، أكتر من سنة. وبعد ما تشاهد الفيديو وتحمل التطبيق تقول لك انتوا ليه مش قايلين على كل الحاجات اللي موجودة في التطبيق؟ احنا اكتشفنا حاجات مش موجودة. ده ببساطة لأن وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات المختلفة دي كانت ما كانتش موجودة. اما لو انت شاهدت الفيديو وحملت التطبيق بعد نزول الفيديو بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها هي اللي موجودة. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود بقاله فتره طويله وخايف تحمل التطبيق علشان ما يكونش فيه حاجات مختلفه ما تعجبكش، ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او ترسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق ده تاني، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.